للنفس. كل عقده كنت بعملها كنت بحس انها خطوه صغيره قدام اللي هي التقدم بتاعي، حتى لو طلعت مش مظبوطه، يعني حتى لو طلعت مش احسن حاجه، فكنت دايما بحس ان انا يعني عادي ان انا افك تاني وابدا تاني واعمل تاني من غير زهق ولا ملل ولا اي حاجه. وبالعكس كمان كنت مستمتعه بده جدا. عايزه اوريكم برضو اول شنطه انفذها برضو اهي. اول شنطه انفذها كانت كمان الخيوط طبعا يعني ما كانتش مناسبه اصلا، لاني هو ده اول خيط انا اتعرفت عليه. اول خيط اتعرفت عليه الخيط ده، الخيط المحلول ده، واللي عملت بيه الجداريه الصغيره دي، واللي هو الخيط السلسله الحرير ده اللي انا عملت بيه الشنطه. طبعا الشنطه يعني مش الطف حاجه ولا احسن حاجه، بس طبعا من وجهه نظري وقتها ان هي حاجه يعني فوق الوصف، فوق الخيال. ما كانتش مظبوطه خالص اهي، كلها ديفوهات، كلها عيوب. ولكن يعني طبعا لما ببص اللي انا وصلت له دلوقتي بحس بقد ايه انا بالانجاز، يعني بحس بجد قد ايه بالانجاز. كمان مع الوقت ابتديت ان انا اتعلم اكتر واكتر، والحمد لله بقيت اتابع فنانين كتير جدا للمكرميه، واجرب طبعا بخيالي بعض الاوقات، واجرب اعمل مثلا جداريات، لمبادير، كوشن. كل مره بحس ان انا بطور نفسي شويه بشويه. بقيت اهتم الحمد لله بالتفاصيل جدا جدا جدا، وبالماتيريال جدا، وبقيت اهتم حتى بالتصوير قوي. دلوقتي طبعا كل ما ببص بقى للمكرميات اللي انا عملتها دي اول مكرميه بضحك جدا بجد، وبفتكر انها كانت فعلا سبحان الله كانت الشراره اللي بدات منها كل ده. وطبعا كان في الاول والاخر ده كله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا. يعني ان انا يعني ادخل مجال المكرميه واتعلم مكرميه، ويبقى كل